في يوم من الايام موظف طوارئ في كوريا الجنوبية بيستقبل مكالمة استغاثة من طفل موجود على عبارة. العبارة دي كانت في رحلة روتينية رايحة لوجهة مصيف مشهورة اسمها جزيرة جيجو، وعليها 476 راكب اغلبهم اطفال مدارس ومدرسينهم في رحلة مدرسية. موظف الطوارئ قال للطفل حط كابتن العبارة على التليفون، يعني لو العبارة بتغرق ليه مفيش شخص بالغ اتصل وطلب النجدة؟ مش كل الركاب فهموا الخطر اللي بيحصل في العبارة. اول ما المركب بدأت تميل ناحية الجنب شوية اطفال فرحوا وبدأوا يلعبوا زي اللي بيتشقلط في لعبة المنخل في الملاهي، بس بعد شوية الكارثة بدأت توضح والقلق بدأ يظهر. بعد وقت قصير السفينة اللي وزنها 6800 طن غرقت. الطفل اللي عمل مكالمة الاستغاثة ومعاه حوالي 300 راكب تاني معظمهم اطفال برضو غرقوا. الكارثة دي هزت البلد كلها. ازاي ده يحصل ومين المسؤول؟ في البداية اتهموا طقم السفينة بالتسيب والجبن والاستهتار. المركب كانت بتغرق بشكل واضح والكابتن امر الركاب يفضلوا في الكباين وما يتحركوش، وهو وكذا عضو من الطقم هربوا وسابوا الاطفال يغرقوا. رئيس كوريا الجنوبية قال ان اللي عملوه ده اشبه بجريمة قتل واتحكم على الكابتن بالسجن المؤبد. كمان حراس السواحل الكوري اتوجه ليهم اللوم والتهم ان استجابتهم كانت بطيئة جدا وانهم فشلوا فشل ذريع في مهمة الانقاذ. لكن التحقيقات بعد كده كشفت ان الموضوع مش مجرد عدم كفاءة. العبارة كانت شايلة وزن ضعف الوزن المسموح بيه وتم تعديلها بشكل غير قانوني عشان تشيل حمولة اكبر، والحمولة الاكبر معناها فلوس اكتر. البلد كلها كانت في حالة غضب مرعب في البيوت والشوارع، ويوجهوا سؤال بديهي: ازاي حد يضحي بالامان عشان الربح؟ والناس بدأت تسأل برضه مين ابن الحرام صاحب العبارة؟ في كوريا الجنوبية رمي مسؤولية حوادث زي دي على الشركات ده مش سهل أبدا. التكتلات العائلية الكبيرة في كوريا بتسيطر على شبكات ضخمة من الشركات التابعة، هياكل داخلية معقدة بتخلي من الصعب تعرف مين اللي مسؤول عن أي قرار بيحصل. وطبعا بعض العائلات دي بتتحكم في ثروات مهولة لدرجة إنهم تقريبا فوق القانون وغير قابلين للمس، وفي كل مرة كارثة بتحصل بيعرفوا يملصوا من المسؤولية والجريمة، وفي نفس الوقت ثرواتهم ونفوذهم بيزيدوا. في الفيديو ده هنشوف 3 من العائلات دي ومن ضمنهم العائلة اللي كانت مسؤولة عن كارثة العبارة. العائلات دي قوية ومؤثرة في كوريا الجنوبية لدرجة ان كتير من الكوريين بيقولوا ان هم فعلا اللي بيتحكموا في البلد. ومعاكم محمود عشري من 5 في عينك وفيديو محنك سادة زيادة، ويلا بينا نبدأ. الاقتصاد الكوري قصة نجاح استثنائية. بعد حرب كوريا في الخمسينات البلد كانت من افقر دول العالم. النهاردة هي الاقتصاد رقم 14 عالميا. الصعود الاقتصادي السريع ده سببه حاجتين: الحاجة الأولى الاقتصاد المعتمد على التصدير، الحاجة التانية هي سيطرة التشيبول. التشيبول دي كلمة كورية بتشير للعائلات الكبيرة الغنية اللي نفوذهم فوق أي شيء وبيتحكموا في أهم صناعات البلد عن طريق عائلاتهم المتكتلة الممتدة في كل شبر في الشركات دي. بعد الحرب مباشرة الحكام العسكريين لكوريا بدأوا يضخوا تمويل مالي ضخم في الشركات العائلية دي علشان ينهضوا بالصناعة. التشيبول نمت وتنوعت في مجالات التكنولوجيا والتمويل والصناعة، وبعد شوية عقود من الزمن حولوا كوريا لديناصور صناعة عالمية. أكبر شركات كوريا زي سامسونج واس كي وال جي وهيونداي كلها بتدار عن طريق التشيبول أو التكتلات العائلية اللي اتكلمنا عليهم. بإيرادات التشيبول بتمثل جزء كبير جدا من ثروة البلد. سامسونج لوحدها مسؤولة عن نسبة ضخمة من الناتج القومي، وفي 2024 تقديرات بلومبرج ايكونومكس قالت إن سامسونج هتكون مسؤولة عن نص النمو الاقتصادي بتاع البلد تقريبا. عائلات التشيبول عندها علاقات مريحة جدا مع الحكومة الفيدرالية، بياخدوا دعم مادي وحوافز ضريبية ومجاملات خاصة من تحت الترابيزة وما بيقفوش في طابور التموين. والسياسيين بيعتمدوا عليهم في التمويل المالي والنصائح الاقتصادية أو السياسية. ولسنين طويلة الناس كانت بتحتفل بعائلات التشيبول إنهم العمود الفقري للمعجزة الاقتصادية الكورية. لكن أزمة آسيا المالية سنة 1997 هزت مكانتهم وعرتهم وشطفتهم قدام الناس. 13 من اكبر 30 تشيبول اعلنوا افلاسهم نوعا ما، والترب ده كشف خطورة اعتماد الاقتصاد الكوري بشكل مبالغ فيه على مجموعة قليلة من الشركات الضخمة. ودلوقتي مع مرور السنين الكوريين بقوا مقلقين من الكام جثة اللي بيتحكموا في اقتصاد بلدهم. ومش بس كده، مع مرور السنين ملفات العائلات دي بيتعبي فضايح.
اختلاس ورشوة وخرق قوانين العمل وأزمات صحية وغيرها. ولفترة طويلة الحكومة كانت بتطبطب عليهم والشعب بدأ يجز من الاتنين. في ديسمبر 2014 نائبة رئيس شركة كوريان اير والوريثة هيذر تشو عملت فضيحة مشهورة. لا بص يعني ما تقلقش، هي ما اتقفشتش مع عشائها اللي من الزقازيق، الموضوع كان اخطر من كده بكتير. سبب الفضيحة كان شوية مكسرات مكاديميا. مضيفة الطيران قدمت لها المكسرات دي في كيس بلاستيك بدل ما تقدمه في طبق عادي. تشو اتعصبت وانفجرت بالزعيق والصياح وبدأت تشتم وتقبح وتجيب في سيرة امهات الطقم نفر، وبعد كده راحت ندهت رئيس طاقم الضيافة في الطيارة وخلته يرقع على ركبته ويطلب منها السماح والغفران، وبعد كده امرت الطيار يرجع بالطيارة للبوابة مرة تانية. واخونا رئيس طاقم الضيافة اترفد من شغله وبقى صايع على شغلة ولا مشغلة. لو انت مش كوري وسمعت القصة دي هتحس انها قصة مضحكة او قصة عبثية، وهتسأل الست دي سؤال بديهي: انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ بس في كوريا الحادثة دي كانت عود الكبريت اللي اترمى في برميل الجاز. ولو ما فهمتش المثل المحنك ده فانا قصدي ان الحادثه دي زودت غضب الشعب من غرور وتحكمات التشيبول، وكان دليل جديد بيأكد انهم شايفين نفسهم فوق القانون وفوق البشر عامه. حصل غضب عام على السوشيال ميديا وفي الشوارع. في الاول شركه الطيران الكوريه حاولوا يهدوا الموضوع وقالوا ان دور الولايه تشو التنفيذي هو الاشراف على خدمه الطياره، ومن الطبيعي انها تأدب موظف غلط غلطه شنيعه زي دي. واحمدوا ربنا يا شعب يا جاحد انها جت على المكسرات في كيس. امال عايزين الموضوع يتفاقم ونلاقي الموظفين بيعبوا كشري في رغيف عيش بلدي زي الطنطاويه؟ لكن الشعب ما صدقش الكدبه التليانه دي. الناس اصلا شايله ومعبيه من عيله تشو دي بسبب مواقف كتير في الماضي. يعني قبل كام سنه من وقعه المكسرات اخو الوليه الحيزبونه دي اتحقق معاه بعد ما زق ست كبيره قد امه على الارض، وابوها تم اتهامه بالتهرب الضريبي. والولايه تشو نفسها انتقدوها بسبب انها ولدت عيالها التوأم في امريكا عشان تعفيهم من الخدمه العسكريه الالزاميه في كوريا. ما بيفكركش الموقف ده بالممثلين في مصر اللي بيدعوا الوطنيه الفارغه وسبحان الله يعني كل عيالهم اتولدوا في امريكا عشان نفس الموضوع وهو التهرب من التجنيد المصري؟ لو فاتك الحوار ده ارجع لحلقه الجرابيع او المشاهير. المهم في الاخر الولايه تشو اعتذرت قدام الكاميرات بالدموع وحاجه في منتهى ابكيتنا يا استاذ سمير، وقدمت استقالتها عشان تهدي الراي العام. وبعدها على طول تم ادانتها بتهمه اساءه استخدام السلطه ومخالفه قوانين سلامه الطيران. هي كانت ممكن تواجه 15 سنه سجن، لكن عشان هي طبعا بنت البطه البيضاء وابوها مش شغال بواب على عماره في النزهه الجديده خدت حكم بالحد الادنى من العقوبه 12 شهر بس، وما قضتش منهم غير 5 شهور عشان القاضي صاحب بابي في النادي. نفوذ عائلات التشيبول وصل لاعلى مستويات الحكومه. في الانتخابات الرئاسيه 2012 كان في نقاش كبير عن ازاي نقلل قوه العائلات دي. بارك جون يه اصبحت اول امراه رئيسه لكوريا الجنوبيه. ناس كتير كانوا قلقانين انها هتكمل بنفس الطريقه القديمه لان ابوها هو بارك تشونج يه الدكتاتور العسكري اللي استولى على الحكم سنه 1961، وهو اللي يعتبر الاب الروحي لنظام التشيبول. وبارك الابنه دي كانت السيده الاولى البديله لابوها من عمر 22 سنه بعد ما امها تم اغتيالها من قاتل من كوريا الشماليه. محبين ابوها شايفينه انه بطل المعجزه الاقتصاديه، انما معارضينه فاكرين قسوته وقمعه وسجنه للمعارضين. ومن بين اللي سجنهم دول كان راجل منافس لبنته في الانتخابات اسمه مون جاي ان، وده محامي حقوق انسان ومناضل ضد الحكم في كوريا. في حمله 2012 بارك كانت مركزه على مبدا الاصلاح بدل العقاب والتعذيب. كانت شايفه ان التشيبول ممكن يرجعوا للطريق الصحيح لو مشيوا على قواعد صارمه، بما انهم اعالي القوم والبلد هتخرب من غيرهم. فقالت لك بالبلدي كده احنا مش هينفع نستغنى عنهم عشان البلد ما تخربش، بس هنظبطهم ونقيفهم ونفسحهم عشان يتعدلوا. لكن بعدها حصلت كارثه العباره اللي حكيت لك عليها اول الحلقه، والقضيه كانت اكبر بكتير من اي فضيحه ماليه قديمه او تهرب ضريبي او مكسرات بيستاشيو والعبث ده. في بشر ماتوا ومعظمهم اطفال قدام شعب غاضب ومصدوم وهيطربق الدنيا فوق دماغ اللي جابوهم. الرئيسه بارك وعدتهم انها تجيب المسؤولين عن الكارثه دي وتسلمهم للعداله.
وبعد تحليل سجلات مالية معقدة اتضح في الاخر ان عائلة يو هي العائلة المالكة للعبارة. عائلة يو دي عائلة معروفة بسبب الاب الغريب الاطوار. الاب ده رجل اعمال منغلق على نفسه ورئيس طائفة دينية وفنان طموح اسمه يو بيونج اون. الرئيسة بارك قالت ان هو الراجل ده وعيلته السبب الجذري للكوارث دي وطلعت امر بالقبض عليهم. يو بيونج اون كان بيلعب في المستخبي ومحدش واخد باله منه ونادرا لما بيظهر في العلن. كان معروف بلقب المليونير اللي ملوش وش، واول ما الحكومة حبت تشمشم حواليه عشان تجيبه اختفى من الوجود تماما ومحدش عارف له طريق ابدا. الرئيسة بارك اطلقت اكبر حملة مطاردة في تاريخ كوريا الجنوبية للقبض عليه. سلحت الجيش وحركت حوالي 10,000 ضابط شرطة عشان يقتحموا مقر الكنيسة الانجيلية في كوريا، ودي الطائفة اللي يو اسسها سنة 1962 في كوريا. يو كان خطيب جذاب ومؤثر زي كده، وقدر يجذب عدد كبير من الاتباع زي كده ويستغل ثقتهم في الحصول على تفضيلات مالية ضخمة مش زي خالص. في السبعينات الكنيسة اتحولت لمصنع فلوس. قدر يقنع الاعضاء يتبرعوا او يستثمروا في شركات مرتبطة بالكنيسة. الشركات دي كانت بتبيع كل حاجة، منتجات البان، قطع غيار سيارات، حقن شرجية، مفكات على مواس حلاقة، على شوية محافظ، واي حاجة تيجي في دماغك يعني تقدر تقول عليه صاحب سوق الجمعة بنفس ذات نفسه. الشركات دي خلت يو وطائفته اغنياء جدا، ووقتها كوريا الجنوبية كانت لسه فقيرة وما كانش فيه اي راس مال في البلد لاي استثمار، والحكومة كانت بتركز استثماراتها في عدد محدود جدا من العائلات. لكن طريقة يو في جمع التمويل من خلال خطاباته اللي بينصح بيها الناس ويديهم موعظة وحكمة سمحت له يكبر اعماله بسرعة من غير احتياج لدعم حكومي. وبحلول الثمانينات شبكة يو التجارية كانت تعتبر تشيبل على صغير كده، لكن المشاكل بدأت من هنا. في 1987 تم العثور على 32 عضو من كنيسة يو مربوطين ومتكممين ومقتولين فوق سطح مصنع. السلطات قالت انها مجرد جريمة انتحار جماعي، والديون اللي مش قادرين يسدوها كانت السبب في انتحارهم. لكن بعد التدقيق في حسابات الضحايا البنكية لقوا فلوسهم وحالهم ومحتالهم مبعوتين للأخ يو، واتحقق معاه بتهمة انه ورا عمليات الانتحار دي. لكن طبعا التهمة سقطت عنه بسبب نقص في الأدلة. وبالرغم من كده المحاكم اثبتت ان يو كان بيستغل اموال اعضاء الكنيسة وممتلكاتهم عشان يوسع اعماله. وفي 1992 اتسجن بتهمة الاحتيال، ولما خرج من السجن حاول يرجع صورته قدام الناس لانه مش بس نصاب، لا ده حبسجي. دخل في قصة كده وهي تصوير الطبيعة، وبقى مهووس بالحكاية دي وبدأ يعرض صوره تحت اسم مستعار، وبدأ يدفع رشاوي لمتاحف عالمية كبيرة زي اللوفر في فرنسا عشان يعرضوا اعماله، وحاول يبني شهرة كفنان عالمي نادر الظهور. وكل الحوار ده عشان يبعد عنه السمعة الوسخة اللي لطخت اسمه في الطينة. وبجانب حوار التصوير ده هو فضل مستثمر في شركات كتير، وواحدة من انجح مشاريعه كانت شركة الشحن دي اللي على الاقل 3 مليون و800 الف دولار من ارباحها راحوا مباشرة لعيلته، وده كان رقم ضخم جدا في وقتها. ومحتاج افكرك يا معلم ان شركة الشحن دي هي نفس الشركة اللي كانت بتملك وتدير العبارة اللي غرقت في اول الحلقة. بعد شهرين من غرق العبارة الشرطة الكورية اقتحمت الكومباوند بتاع يو. مئات من اتباع الطائفة بتاعته حاولوا يحموا المكان ووقفوا قدام الشرطة زي الجدار البشري، وكانوا ماسكين يافطة ضخمة مكتوب عليها هنحمي يو بيونج اون حتى لو اتقبض على 100,000 شخص من اعضاء الكنيسة. كان في طيارات هليكوبتر فوق نفوخهم ممكن تفرتكهم نفر نفر، ومع ذلك بعض الاعضاء هددوا بمقاومة الشرطة وغيرهم قال انهم مستعدين للموت في سبيل يو. وبعد ما الشرطة دورت في الكومباوند كله ما لقوش اي حاجة، وما كانوش يعرفوا اصلا ان يو كان مستخبي في دولاب على بعد 300 كيلو متر من الكومباوند في البيت اللي بيقضي فيه اجازته بعد ايام من الحملة على الكومباوند. وبعد 18 يوم من اخر مرة يو اتشاف فيها، مزارع لقى جثة مرمية على ظهرها في جنينة. الجثة كانت شبه هيكل عظمي وكانت في حالة تحلل متقدمة وصعب جدا تحديد هويتها. الجثة كانت لابسة هدوم ايطالية غالية وحواليها ازايز نبيذ غالية جدا، ازازة زيت كبد سمك القرش، وكتاب من تأليف يو نفسه. وبعد تشريح للجثة اللي دام ل3 ايام وتحقيقات دامت لاكتر من شهر تم التأكيد رسميا ان الجثة دي هي جثة يو بيونج اون، وما كانوش عارفين يوصلوا لسبب الوفاة. بعد موته ظهرت ادلة اكتر واكتر عن فساد الحكومة وتورطها في الكارثة. المدققين اكتشفوا ان مسؤولين السواحل كانوا مكبرين دماغهم من مشاكل السلامة الكارثية اللي في العبارة، وده بعد ما الشركة بتاعت يو عزمتهم على عشاء فاخر واكلتهم اكلة سمك وكبدة وشربتهم فخفخينة. وبعضهم اعترف انهم كانوا بيعدوا العبارة في كماين التفتيش
التفتيش من غير فحص حقيقي، وكانوا بيخمنوا من بعيد كده اذا كانت الحمولة زايدة ولا لا. واكتشفوا ان واحد من اسباب زيادة الوزن كان معرض رخام فني جوه العبارة، ويو نفسه هو اللي اصر انها تتحمل على العبارة عشان يعرض لوحاته. يعني جشع شخص واحد قدر يغرق عبارة بحالها. ومع الوقت الشعب بدأ يصدق ان اهمال الحكومة هو اللي سمح للكارثة دي تحصل. بعض العائلات في كوريا زي عيلة يو اغنياء لدرجة يقدروا يكلفتوا موظفين حكومة عشان يخلوهم يعملوا من بنها على تجاوزاتهم، زي تجاوز تزييف تقارير فحص العبارات مثلا. لكن العائلات الاقوى من عائلة يو، العائلات اللي معاهم القوة الحقيقية فعلا، تقدر تعمل اخطر من كل الهري اللي فات ده بكتير. وفي عيلة واحدة قوتها حرفيا ملهاش مثيل في كوريا وتقدر تمحي اي حد يقف في طريقها. في الكام شهر اللي بعد كارثة العبارة بدأت شعلة الغضب الشعبية الصغيرة تتحول لحركة شعبية كبيرة. العزاء الشعبي للضحايا بدأ يتحول لمظاهرات أسبوعية. الناس كانت طالبة الحقيقة ومحاسبة الحكومة عن دورها في الكارثة. الغضب ازداد والضغط كله بدأ يتجه لرئيسة كوريا في وقتها، والناس طالبت بعزلها من الحكم. والحقيقة الحكومة ردت عليهم بكل لطافة وطيبة وطبطبة. يعني مجرد أمروا الشرطة باستخدام خراطيم مية وقنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين، يعني عادي. يعني في نفس الوقت الحكومة كانت بتجمع معلومات عن عائلات الناس اللي بتتظاهر في الشوارع بطريقة غير قانونية عشان تهددهم وتخلص على الاحتجاجات ضد الحكومة. لكن بالرغم من كل الوسائل دي الغضب الشعبي كان بيزيد. وفي 2016 ظهرت فضيحة كبيرة جديدة، والفضيحة دي كشفت ان الرئيسة بارك مش الشخص المناسب للحد من نفوذ اللي تشيبول، بل على العكس دي كانت مرتبطة بشكل غير قانوني مع اقوى العائلات في كوريا، ومسبكينها وطبخينها سوا ومأكلين الشعب البلوزة. اتضح ان الرئيسة بارك كانت مرتبطة بصفقات مخفية ومشبوهة مع قادة سامسونج وشركات تانية كتير. بارك قبلت رشاوي كبيرة مقابل جمايل حكومية للشركات والعائلات دي. سامسونج لوحدها قدمت تبرع 36 مليون دولار لمنظمة خيرية بتاعت واحدة صاحبة بارك رئيسة كوريا. وسبحان الله بارك وافقت على عملية دمج مثيرة للجدل بعدها على طول. وسبحان الله برضو الدمج ده ادى لعائلة سامسونج سيطرة اكبر على اقوى الشركات في كوريا. رئيس عيلة سامسونج كان اسمه لي جي يونج، المعروف احيانا باسم ولي العهد بتاع سامسونج. فضيحة الرشوة دي فشخت كارير بارك كرئيس الدولة، وكانت اول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية تتعرض للعزل. اتحكم عليها بالسجن 24 سنة وغرامة 17 مليون دولار. لي جي يونج اتقبض عليه واتحكم عليه كمان بسنتين ونص تقريبا. بارك جه مكانها مون جاي ان، ووعد انه مش هيعفي اي حد مدان بالفساد وهيدغدغ جمجمة اي فاسد في الدولة، واللي مش عاجبه الكلام هبعته الصحراء يكسر حجارة، واللي مش تزل من زور هبعته يشتغل على فرش الطرح في العتبة. ودخل دخله كده على الشعب انه هيعدل الميلة وينظف البلد وما بيهموش ايتها بني ادم. وبعد فتحة الصدر دي نفوس سامسونج ولي جي يونج حطوه تحت بطاطهم برضه زي غيره. وفي الاخر الرئيس مون عفى عن لي جي يونج بعد سنة واحدة بس من تقضية حكمه. الرئيس الجديد اعترف ان الناس اللي بتدين جرائم لي جي يونج على حق، لكن في نفس الوقت البلد محتاجاله بسبب اعتمادها الاقتصادي على شركة سامسونج. مع القوة الكبيرة دي ورئيس الدولة نفسه تحت شبشبك، لي جي يونج بقى فعليا فوق القانون. ابو لي جي يونج كمان كان اتدان بتهمة رشاوي واحتيال في التسعينات، لكن ما قضاش يوم واحد في السجن. حصل استطلاع رأي في 2022 سجل ان 70% من الشعب كان موافق على قرار عدم الحبس ده، والخبراء قالوا السبب ان الناس خايفة من تراجع اقتصاد البلد والدخول في أزمة مالية. عندهم اعتقاد راسخ في عقولهم ان نجاح شركة سامسونج يعني نجاح كوريا الجنوبية. لي جي يونج استمر في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة سامسونج الكترونيكس، ومصنف انه اغنى شخص في كوريا الجنوبية حاليا. لا وكمان الرئيس مون جاي ان عمل عفو رئاسي يعفو عن الرئيسة السابقة بارك بشكل مفاجئ بعد ما قضت 5 سنين بس من ال 24 سنة سجن. والسبب ببساطة كان لتعزيز وحدة الشعب وعدم المخاطرة بحرب اهلية ما بين مؤيدين ومعارضين، وده سبب في الاونطة منه يا كوتش. بنت الدكتاتور وولي عهد سامسونج خرجوا احرار، ورغم احباط الكوريين العاديين من الفساد اللي بيحصل في البلد لسه معتقدين ان سيطرة ونفوذ اللي تشيبول رغم الفساد والكوارث شيء افضل للصالح العام لكوريا الجنوبية. الشركات دي من اكتر الشركات المرغوب للعمل فيها، رواتبهم اعلى بكتير جدا من رواتب الشركات العادية، وكل سنة اكتر من 200,000 كوري بيقدموا على وظائف في سامسونج. ومع سيطرة اغنى العائلات على اقتصاد كوريا، السؤال اللي لسه محدش عارف يجاوب عليه، هل الاصلاح الحقيقي ممكن يحصل فعلا؟ طب لو ال3 عائلات دول قرروا
قرروا يبعدوا بالفساد اكتر من كده، حد هيقدر يقف قدامهم؟ اذا كان الشعب نفسه الغاضب من الكوارث والفساد والنفوذ اللي اتشبل جم في الاخر وقالوا لك ان تواجد العائلات دي بره السجن مع نفوذهم الاقتصادي والسياسي افضل بكتير من وجودهم جوه السجن عشان خاطر اقتصاد البلد ونموها. فمين اللي ممكن يقف قصادهم بعد ما تسببوا في كارثه زي غرق عباره بمئات الاطفال عليها؟ تلاقوش كوريا قلبها كبير. كوريا ما تثبتنيش عشان خاطر يا نور عيني، ما تبعتنيش يا حنينه، ما تودينيش يا ام بق كبير. القط دي